المواطن ورسميا استمرار تشابي ألونسو كمدربا للريال مدريد بعد التعثر أمام مباراة مانشستر سيتي. ولكن الكارثي أو الجميل ما حصل داخل غرفة تبديل ملابس بعد نهاية المباراة. طبعا أخي المواطن، هذا الكلام حسب صحافي مدريدي تقول بعد المباراة اجتمعوا اللاعبين واتفقوا واتحدوا على أنه يدعموا تشابي ألونسو بكل ما أوتي من قوة ليستمر مدربا للريال مدريد، أنه لا زيدان ولا أربيلوا ولا حتى كلوب ولا حتى اللي أعظم منهم قادر على ضبط هدول اللاعبين. المشكلة لا تكمن بس بالمدرب، المشكلة تكمن باللاعبين. وياما قلت لكم نجاح أي مدرب يعتمد على أقدام اللاعبين. نعم لديه خيارات، لديه أسلوب تكتيكي فني، الإصابات مانعته لتشابي ألونسو يتحمل شيء، ولكن السبب الأساسي اللاعبين، طريقة دلالهم، طريقة تصرفاتهم وقراءتهم الغبية. لأنه في المباراة الماضية تحديدا أكثر من فرصة خلقت للريال مدريد، ولكن لاعبين الريال مدريد تصرفوا معها بغباء وكأنهم عم يلاعبوا فريق الحارة وليس مانشستر سيتي.